بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي واخواتي ابطال الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر محروس امام، معلم اول الف مادة الدراسات الاجتماعية وماجستير تاريخ. هنكمل معاكم النهارده، معانا ثالث درس من دروس الوحدة الثالثة، بنتكلم فيه عن الصناعة في بلدي. الصناعة مهمة جدا جدا، كل اللي حواليك ده حاجات مصنوعة، الشاشة دي مصنوعة، المايك ده مصنوع، القلم مصنوع، اللاب، التاب، الكمبيوتر، التليفون، كل الحاجات دي مصنوعة، الثلاجة، الغسالة، الحاجات دي. فالصناعة مهمة جدا جدا في حياتنا، زيها زي أي نشاط طبعا، زي الزراعة وزي الثروة السمكية والحيوانية والحاجات دي كلها. تمام؟ فهنتكلم يعني إيه النهاردة صناعة. صناعة تحويل المواد الخام إلى سلع ومنتجات لسد احتياجاتنا. تاني، ما المقصود بالصناعة؟ تحويل، بحول من صورة لصورة، من شكل لشكل، بحول المادة الخام إلى سلع ومنتجات، بحول القصب لسكر، القطن لملابس، تمام كده؟ بحول الخشب لسرير ودولاب وترابيزة والحاجات دي كلها. يبقى تحويل المواد الخام، بحول الجلود إلى جزمة أو شنطة، بحول الألبان إلى جبنة. تمام؟ يبقى تاني، ما المقصود بالصناعة؟ تحويل المواد الخام سواء حيوانية أو زراعية أو معدنية إلى سلع ومنتجات لسد احتياجاتنا. لسد إيه؟ احتياجاتنا. ده تعريف الصناعة، دي أول حاجة مهمة جدا عند حضرتك. إيه أهمية الصناعة؟ الصناعة طبعا نشاط اقتصادي مهم جدا جدا، خاصة في العصر الحديث. الصناعة بتعتمد عليها كل حاجة دلوقتي، فهي أساس التنمية الاقتصادية في مصر. لو أنت هتعمل تنمية اقتصادية في مصر لازم يكون عندك إيه؟ صناعة. يعني إيه تنمية اقتصادية؟ لو أنت عايز تخلي بلدك دولة حديثة، دولة متقدمة زي الدول الأوروبية واليابان والصين والدول دي كلها، لازم يكون عندك صناعة. تاني حاجة، إيه أهمية الصناعة؟ بتوفر الكثير من فرص العمل، ناس كتير بتشتغل، بتزيد الدخل القومي، بتوفر العديد من المنتجات التي نحتاجها في حياتنا اليومية، الثلاجة والغسالة والتلفزيون والشاشة والكمبيوتر، كل حاجة دي بسبب مين؟ الصناعة. تمام؟ مراحل تطور الصناعة في مصر. بنبدأ بكل حاجة من أيام المصريين مين؟ القدماء. بيقول لك المصريين القدماء أول من برعوا في مجال الصناعة. يعني إيه برعوا؟ أنت تلميذ بارع في الدراسات، يعني شاطر جدا جدا في الدراسات وبتفهم وبتسأل وبتجاوب الكلام ده. يبقى المصريين القدماء أول من برعوا في مجال الصناعة. عملوا إيه؟ استثمروا الموارد الطبيعية في مصر. يعني استثمروها، يعني استغلوها أفضل استغلال. أفضل مين؟ استغلال. بعد كده صنعوا الكثير من الأدوات. زي إيه مثلا؟ صنعوا من الحجر يا أولاد الأواني الحجرية، الأواني الأطباق والحاجات دي كلها صنعوها من الحجر. وصنعوا برضو من الحجر التماثيل زي تمثال أبو الهول والعديد من التماثيل اللي بنشوفها في المتاحف. برضو صنعوا من طمي النيل الأواني الفخارية، الاطباق من الفخار اللي بنشوفها برضو دلوقتي. تمام؟ المعادن، بعد ما اكتشفوا المعادن، طب ايه المعادن اللي اكتشفوها يا مستر؟ الذهب والفضه والحديد والبرونز والنحاس. طبعا صنعوا منها حاجات كتيره جدا، زي مثلا الحلي بتاع الستات، الذهب والحاجات دي كلها. صنعوا الاواني المعدنيه، الاطباق من المعدن. صنعوا التماثيل، صنعوا ادوات الزراعه زي المحاريس البرونزيه اللي خدناها في درس الزراعه. تمام؟ يبقى تاني، صنعوا من الحجر الاواني الحجريه والتماثيل. صنعوا من طمي النيل الاواني الفخاريه. صنعوا من المعادن، صنعوا منها الحلي والاواني المعدنيه والتماثيل وادوات مين؟ الزراعه. يبقى عند حضرتك الاواني صنعت من الثلاث حاجات، اواني من الحجر واواني من الفخار واواني من المعادن. التماثيل صنعت من الحجر ومن مين؟ ومن المعادن، عشان تكون ايه؟ مركز كده وملاحظ. ماشي؟ ده المصريين القدماء. برضو لسه كمان تاني، ده كانوا بارعين في صناعات مش موجوده الا عندهم بس، زي صناعة الزجاج من الرمال البيضاء. الشعب المصري القديم أول من صنع الزجاج من رمال مين؟ الصحراء. برضه صنعوا من الخشب، صنعوا منه حاجات كتير، صنعوا منه الكراسي وصنعوا منه السفن وصنعوا منه المراكب وصنعوا منه الصناديق، كل ده خشب. بعد كده نبات البردي، وده مهم جدا جدا برضه، كان خاص بالمصريين. صنعوا منه الحبال وصنعوا منه الحصير. الحصير دي يا اولاد حاجه كده بتتفرش زي السجاده، بس ممكن تلاقيها في بعض الجوامع. لو انت من الارياف هتلاقيها لسه موجوده دلوقتي. لو انت من المدينه في حصير كده بلاستيك، لا في حصير دي كانت خشنه شويه كده من عصيان كده جنب بعضها، اسمها الحصير. حاجه بتتفرش على الارض، كنا بنفرشها في البيت او بنصلي عليها في بعض المساجد او الزوايا اللي الصغيره في الارياف. تمام؟ صنعوا منها الورق، ده مهم جدا موضوع النبات البردي بالنسبه للورق. برضو الكتان بيصنع منه الملابس. تشوف الملابس بتاعتك يقول لك مثلا ايه؟ كام في المية قطن وكام في المية كتان مثلا. تمام؟ يبقى تاني،
أهم الصناعات عند المصري القديم: صنعوا الزجاج من الرمال البيضاء، صنعوا من الخشب المراكب والسفن والكراسي والصناديق، صنعوا من نبات البردي حاجات كتير. دلل على صحة العبارة: تعددت الصناعات التي اعتمد عليها نبات البردي، صنع منه الحبال والحصير وأهم حاجة الورق، الكتان في صناعة الملابس. وعندي نص إسرائي مهم جدا جدا بيتكلم على أهمية نبات البردي في الصناعة. يقول لك: لقد استفاد المصريون القدماء من نبات البردي في صناعة العديد من المنتجات. أهم حاجة صناعة ورق البردي. ورق مين؟ البردي. صناعة الورق من نبات البردي من أعظم الإنجازات الحضارية اللي عملتها مصر للبشرية. ليه يا مستر؟ لأن البشر كانوا بيكتبوا على الحجارة أو على الفخار، يقعدوا ينحتوا كده، يقعدوا وقت طويل جدا عشان يكتب رسالة أو يكتب حاجة، إنما الورق بسهولة جدا جدا. فأول من اخترعوا الورق من نبات البردي هم المصريين مين؟ القدماء. يبقى يعتبر المصريين القدماء هم أول من اخترعوا أو صنعوا الورق من نبات مين؟ البردي. تمام؟ فلولا اختراعه لظل الناس يكتبون على الفخار او الحجر. يجي لك سؤال: ماذا كان يحدث اذا لم يخترع المصريون القدماء نبات البردي؟ هتقول له لظل الناس يكتبون على الفخار او الحجر. تمام؟ زراعة نبات البردي حاليا. طب نبات البردي ده من ايام الحضارة المصرية القديمة. هل النبات ده اختفى من مصر؟ لا، لسه موجود، وفي قرية في محافظة الشرقية ما زالت بتزرع هذا النبات لحد دلوقتي، اسمها قرية قرموس. قرية ايه؟ قرموس في محافظة الشرقية. هي القرية الوحيدة في العالم اللي بتخصص جميع الأراضي بتاعتها لزراعة نبات مين؟ نبات البردي. تمام كده؟ بعد كده نبات البردي وقائمة التراث العالمي. فاكر في سنة رابعة لما خدنا الدرس بتاع الحرف التراثية، مش قلنا في قائمة كده لمنظمة اليونسكو؟ قائمة يعني زي قائمة المتفوقين في المدرسة، بجيب فيها أفضل طلاب عندي في المدرسة. فمنظمة اليونسكو المنظمة العالمية اللي على مستوى العالم بتضع كده أهم الصناعات في القائمة بتاعتها. فهنا بيقول لك إيه؟ تسعى مصر حاليا إلى إدراج صناعة البردي في قرية قرموس على قائمة التراث العالمي لمنظمة مين؟ اليونسكو. بنسعى أن تتحط الصناعة دي لأنها صناعة قديمة جدا جدا ومهمة جدا جدا وما زالت موجودة حتى اليوم. يبقى تسعى مصر إلى إدراج صناعة البردي في قرية قرموس ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة مين؟ اليونسكو. طيب، بعد كده الصناعة حديثا الصناعة في مصر حاليا. طبعا الصناعة تطورت تطور كبير جدا جدا مع تطور العلم والتكنولوجيا. اكبر دليل الشاشة اللي بشرح لحضرتك عليها دي ما كانتش موجودة، يعني انا اتربيت ايام الطباشيرة دي. دلوقتي بقينا بنكتب بالقلم البورد دون على السبورة عشان التراب والحاجات ده. دلوقتي اديك شايف الحاجات الحديثة جدا جدا، ولسه ياما في تاني. تمام؟ فالصناعة تطورت بشكل كبير جدا جدا بسبب تطور العلم والتكنولوجيا. عايزين حضراتكم تطوروا لنا اكتر من كده. ففي البداية الاول كانت الصناعة يدوية. صناعة ايه؟ يدوية يعني بتعتمد على الايدي العاملة. دلوقتي بقت ايه؟ بقت حديثة، بتعتمد على الالات الحديثة. تمام؟ كانت بتتم في ورش صغيره، ورشه صغيره كده، اوضه ورا البيت او جوه البيت او اي حاجه، الراجل اللي بيشتغل بايديه اوضه زي دي نخلصنا. لكن دلوقتي الصناعه الحديثه في مصانع كبيره وخطوط انتاج وخطوات ومراحل. تمام؟ كانت من امثله الصناعات اليدويه زي صناعه الفخار وصناعه السجاد اليدوي وصناعه الخياميه، وكل دول خدتهم السنه اللي فاتت في درس بتاع الحرف التراثيه. تمام؟ تاني، يبقى الصناعه قديما كانت ايه؟ يدويه. كانت ايه؟ يدويه، تعتمد على الايدي العامله وتتم في ورش صغيره، ومن امثلتها صناعه الفخار والسجاد اليدوي والخياميه. اما دلوقتي حاليا طبعا صناعات حديثه تعتمد على الالات الحديثه، مما ساعد على ما النتائج بترتبط على اعتماد الصناعه الحديثه على الالات ادى الى زياده الانتاج، انتاج ضخم جدا جدا، مصانع كبيره. 2، تنوع المنتجات، منتجات كتيره جدا جدا واصبحت اكثر دقه واكثر جوده. الايد ممكن يعني تغلط شويه، لكن الاله متظبطه ومتصممه كل حاجه، مفيش ملي زياده ولا ملي نقص. تاني، ممكن يجي لك سؤال يقول لك قارن بين الصناعه قديما والصناعه حديثا. هقول له هنا تعتمد على الايدي العامله، هنا تعتمد على المصانع الكبيره والالات الحديثه، هنا في ورش صغيره، هنا في المصانع الكبيره. من امثلتها صناعه الفخار والسجاد اليدوي والخياميه. هنا هتقول لي تنوع المنتجات زي صناعه السيارات والالات والتكنولوجيا والموبايلات، اللي انت عايز تكتبه اكتبه، مفيش اي مشكله. تمام؟ ما النتائج المترتبه على اعتماد الصناعة الحديثة على الآلات الحديثة أدى ذلك إلى زيادة الإنتاج وتنوع المنتجات وأصبحت أكثر دقة. أهم الصناعات في مصر، سؤال بسيط جدا وسهل جدا. الأساس
الفرش اللي في البيت بتاع حضرتك، مواد البناء، الاسمنت والجبس والحاجات دي كلها، الاجهزه الكهربائيه، الثلاجه والغساله والبوتاجاز والشاشه والتلفزيون والحاجات دي كلها، الالات الزراعيه، المحاريس الزراعيه ومكان الري والحاجات دي، الادويه، العلاج يعني، المنسوجات اللي هي الملابس، عربات السكك الحديديه، المترو، الاغذيه المحفوظه، اللانشون والعصائر، تجميع السيارات. تجميع مين؟ السيارات. جهود مصر في تنمية الصناعة. مصر بتسعى وبتعمل على تنمية وتقدم الصناعة. تمام؟ ازاي؟ من خلال انشاء حاجة اسمها يا اولاد المدن الصناعية المتخصصة. يعني ايه مدينة صناعية متخصصة؟ يعني مدينة فيها شوية مصانع كتير متخصصين في صناعة واحدة بس. والتخصص يا جماعة بيخلي الواحد اكثر دقة في المجال بتاعه. لما تكون انت متخصص في حاجة معينة بتبحث فيها وتدور اكتر واكتر واكتر. من امثلة المدن الصناعية المتخصصة برضو خدتها السنة اللي فاتت مدينة اسمها مدينة الجلود في منطقة الروبيكي، دي طبعا محافظة القاهرة. بيصنعوا فيها الجلود بتاعت الحيوانات والصناعات اللي بتعتمد عليها، اللي هو دباغة الجلود والصناعات اللي بتعتمد عليها. في مدينه ثانيه اسمها مدينه الدواء بالخنكه، ودي في محافظه مين؟ محافظه القليوبيه. يبقى دلل على صحه العباره. تقوم مصر بانشاء مدن صناعيه متخصصه، هقول له مدينه الجلود في الروبيكي ومدينه الدواء فين؟ في الخنكه. تمام؟ بعد كده جالي تعريف ما نساهوش، المناطق الصناعيه. يعني ايه منطقه صناعيه؟ مناطق يتم انشاء المصانع عليها بغرض تنميه الصناعه. يعني مدينه كلها مصانع، كلها ايه؟ مصانع. الهدف من ده كله ان انا انمي الصناعه، ان انا اكبر الصناعه، ان انا اهتم جدا جدا بمين؟ بالصناعه. يبقى المنطقه الصناعيه او المناطق الصناعيه مناطق يتم انشاء المصانع بها بغرض التنميه ايه؟ الصناعيه. العلاقه بين الصناعه والبيئه. الصناعه مهمه جدا جدا زي ما قلنا، بتزيد الدخل القومي، بتوفر فرص عمل، اساس التنميه الاقتصاديه، بتوفر لنا المنتجات اللي ما نقدرش نستغنى عنها. ولكن للاسف الصناعه بتضر البيئه، بتؤثر بالسلب على البيئه. عشان كده الدوله بتحاول تعمل ايه؟ الصناعه من الانشطه الاقتصاديه التي تؤثر سلبا على البيئه. الدوله بتعمل على ترشيد استخدام الموارد. يعني نرشد الاستخدام يا جماعه، نستخدم الحاجه بشكل عقلاني، لا نسرف في استخدامها، نحافظ عليها عشان ما نلوثش البيئه. تاني حاجه انشاء مجمعات صناعيه. مجمع صناعي زي مدن صناعيه، شويه مصانع كتير جنب بعض. مالها المجمعات دي؟ تكون صديقه للبيئه. ازاي صديقه للبيئه؟ يعني ما بتاذيش البيئه. طب ازاي ما تاذيش البيئه؟ تعتمد على مصادر طاقه متجدده، والمصادر الطاقه المتجدده بنسميها مصادر طاقه نظيفه. ليه نظيفه يا مستر؟ لانها تقلل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري اللي هو ثاني اكسيد الكربون والاوزون. تاني، تقوم الدولة بإنشاء مجمعات صناعية صديقة للبيئة. إزاي؟ بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة أو مصادر طاقة نظيفة. طاقة إيه؟ نظيفة، اللي هي بتقلل أو بتحد من انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس مين؟ الحراري. زي إيه الغازات دي؟ زي مثلا طاقة الشمس، تمام؟ وطاقة الرياح وطاقة المياه، تمام؟ او الهيدروجين الاخضر. تمام؟ بعد كده نص اسرائي مهم جدا في نهايه الدرس، مصر تعيد احياء صناعه الغزل والنسيج. الغزل والنسيج والملابس كانت من اهم واشهر الصناعات المشهوره بها مصر في فتره قديمه شويه يا اولاد، مش في التاريخ المصري القديم. كان القطن المصري ده من افضل انواع القطن في العالم، وبيتصنع منه اهم انواع الملابس. كانت الملابس دي كويسه جدا 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 وصحيه جدا جدا جدا، وكانت صناعه رقم واحد في مصر. للاسف لاسباب كتيره جدا الصناعه دي بدات تقل ومحدش يهتم بيها، فدلوقتي بنحاول نعيد احيائها تاني، نرجعها لمجدها تاني، نرجعها لمكانتها تاني. ازاي؟ اول حاجه لان الصناعه دي مهمه جدا. ليه؟ اولا ليه؟ بعد كده نقول ازاي. ليه؟ لانها تساهم في تقويه الاقتصاد الوطني، لانها تلبي احتياجات السوق المحليه. احنا عدد سكاننا كبير جدا، 100 مثلا و10 ولا 120 مليون نسمه، فمحتاجين نلبس. طب وليه نستورد من بره؟ ما احنا عندنا القطن، نزرع القطن ونصنع. يبقى تلبيه احتياجات السوق المحليه، يعني توفير احتياجاتنا احنا داخل مصر. توفير الصادرات او زياده الصادرات، نوفر انتاج يزيد عننا ونصدره للخارج ونجيب بيه عمله صعبه ونجيب منتجات تانية مش عندنا. كل ده لما نلبي احتياجات السوق ونصدر للخارج يساهم في تقويه الاقتصاد الوطني، اقتصادنا يبقى اقتصاد ايه؟ قوي. تمام؟ طب ايه الاجراءات اللي عملتها الدوله عشان تحيي او ترجع صناعه الغزل والنسيج لمجدها؟ انشاء مصانع ليها جديده في كفر الدوار ودمياط. تمام؟
تطوير المصانع الموجوده بالفعل، المصانع القديمه زي شركه مصر للغزل والنسيج في المحله الكبرى، ودي كانت مشهوره جدا يا اولاد في فتره السبعينات والثمانينات قبل كده. تمام. تاني، يبقى تقوم مصر باحياء او الاهتمام بصناعه الغزل والنسيج من خلال انشاء مصانع لها جديده في كفر الدوار ودمياط، تطوير المصانع الموجوده زي شركه مصر للغزل والنسيج فين؟ في المحله الكبرى. وكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، درس جميل ولذيذ وبسيط ما فيهوش اي حاجه خالص. اتكلمنا فيه عن ايه صناعه، والصناعه عند المصريين القدماء، واهميه الصناعه واهم الصناعات حديثا، ودور مصر في تقويه في تطوير الصناعه. اتمنى الدرس يكون فهمتوه، وشوف الدرس مره واثنين، ولو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات. شكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.